ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة. شامين ريحة التوم؟ صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. شامين ريحة التوم معايا عاملة ازاي؟ انا بحمر توم. طب يا الولية دي اللي داخلة بتقول لنا شامين ريحة التوم؟ اما انت غريبة قوي. انا يا جماعة عاملة حذروا فزروا، عاملة ايه؟ عاملة كشري. طب وبرضه ايه اللي دخل التوم في الموضوع؟ انا عامله توم، بحمر التوم للصلصه بتاعه المكرونه، للصلصه بتاع دقيقه الكشري، يعني الدقه بتاعه الكشري اللي هي الصلصه الحمراء. تمام. بحب احمر التوم قوي عشان بتبقى ريحته. هي ممكن ما تحمريش التوم، ممكن تدقيه وتحطيه في الطماطم يغلي، بس كده بتبقى ريحته نفاذه قوي 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 يعني. وهنا محمره شوحت الشعريه، حمرتها ونزلت عليها بالعدس والرز اهو. زي ما انتم شايفين التومه بتبقى ليها ريحه جميله قوي لما بتتحمر، بتبقى ريحه الصلصه حاجه كده يعني فاخر من الاخر. اهو شايفين الصلصه، الطشطشه دي بتديني ايه؟ مزاج. بحس ان انا بعمل تمام يعني. اهو شايفين التوم اهو كده كويس قوي عشان ده صلصه سلق. يعني انا جايبه الطماطم مش في الغلا، انا منقيه مجموعه بسيطه من عند في السوق، منقيه بسيط طماطم، مسكتها صلصتها. دي كانت كيس مليان تلج، طماطم متلجاها حطيتها فيها. وهنا كنت مشوحه الشعريه حمرتها اهو، ونزلت عليها بالرز والعدس. هزود الميه بقى، كلنا شاطرين. وحطيت مرقه دجاج، ثواني. وهنا هنزل بالملح، مش كتير ولا حاجه، خليكم معايا. وهنا طبعا البيض بنسلقه وندحرجه. وسويت الايه، بسيب الصلصه بتاعت الطماطم بتتسبك والكشري بيتعمل. وقلت بقى هنا اقطع بطاطستين. لزوم ايه؟ لزوم يعني بطاطستين كده مقليين محمرين. معلش البطاطس مش عشان غاليه مش هناكلوها، هم يمشوا الدنيا معانا. نشيل دي من هنا، يمشوا الدنيا معانا. وكمان يا جماعه انا عايزه اقول لكم على حاجه. انا عايزه اعرف الناس اللي ما بتخشش تعلق، ليه انت ما بتخشيش تعلقي؟ انا مش عارفه اطلع لان انا براحتي شويه. قلت اما اكلمكم يعني اوريكم البطاطس. يعني انا عايزه اعرف ليه الناس ما بتخشش تكتب كومنتات ظريفه، كومنتات حلوه. انا عملت فيديو بسيط جدا، اقل من البسيط حبتين، ما فيهوش اي حاجه. ده الاكل بتاعي النهارده، كشري وصلصه وبيض مدحرج وبطاطس محمره، زي اي بيت في مصر، واقل من اي حد يعني. الحمد لله، فضل ونعمه ويدوم. بس الناس مفيش تفاعل. ليه مفيش تفاعل؟ ليه مفيش كلام؟ مفيش جمل كويسه؟ ليه مفيش جمل محفزه؟ ليه ما بتكتبوش؟ ليه دايما الناس هي اللي عماله تقول علقوا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعلقوا وتعملوا شير وتعملوا سكرايب وتعملوا كل حاجه؟ ليه انتوا ما بتعملوش الحاجات دي منكم لنفسكم؟ ليه برمجتوا نفسكم على قنوات معينه ومش مدين فرصه للناس التانية انها تطلع؟ انتوا في ايديكم بعد ربنا. يعني انتوا ما في يعني الجمهور ده الرقم الثالث بعد ربنا سبحانه وتعالى وبركه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. غير كده ما فيش حاجه. يعني كلنا زي بعض وكلنا مخلوقين زي بعض، ما فيش حد له قدره على حد، وربنا بيجعل الناس اسباب انها تعلي ناس. بس ما تزعلوش مني، انتوا ليكوا دور في الحياه اللي احنا فيها. اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس وحطوا لايكات وكومنتات وحركات. انتوا ليكوا دور جميل بعد قدرة ربنا وبركة سيدنا النبي. ما تنسوش اللايكات والاشتراكات يا جماعة. كلام الكومنت الجميل، كومنت ظريف، حتى لو انا مش طالعة يمكن اعمل الحاجات دي، طالعة اتكلم معاكم. اهم حاجة تحطوا اللايكات يا جماعة. ما تنسوش اللايكات يا جماعة، ما تنسوش تشتركوا في القناة، ما تنسوش تعملوا كل الحاجات دي. المفروض انا بطلع اتكلم وانتوا بتعملوا كل حاجة دي بحب المشتركين موجودين يعني. راينا الحمد لله. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي ويكتركم وما ينقصكوش ويزيدكم ويديكم اللي يرضيكم. اللهم امين. مع السلامه.